تدرون اكو فنان ايراني اسمه شروين حاجيبور. هذا الفنان كان مشهور جدا، خصوصا وهو فايز ببرنامج المواهب في ايران 2022 لما صارت الاحتجاجات الكبرى في ايران على اثر مقتل مهسا اميني. هذا الفنان ساند هذه التظاهرات وغنى اغنيه تدعم الحركه، رفض بها القمع اللي تعرضوا له المحتجين، وايضا رفض مقتل مهسا اميني. الحكومه الايرانيه بهاي اللحظه حكمته باقامه جبريه داخل منزله وسحبت منه رخصه الغناء، وايضا منعت ان يغني على السوشيال ميديا. اليوم بعد ما انطلقت احتجاجات في ايران بسبب تردي الوضع المعيشي للشعب الايراني، الحكومه الايرانيه قررت ان تسمح لهذا الفنان بالغناء وان تنهي احتجازه داخل المنزل كمحاوله منها لفك بعض الخناقات على الشعب الايراني. قوه الشعوب هي اكبر من اي قوه بهذا العالم. نتمنى السلام للشعب الايراني وبالتاكيد قلوبنا وياهم. توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم خواهرت خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زباله‌گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دست